هل رأيتم يوما ذلك الشاب الذي كان يقدم الورود لحبيبته كل مساء، ينتظرها أمام البناية، يحمل باقة فاخرة من الزهور، وابتسامته لا تفارق وجهه؟ بعض الأيام كان يأتي بهدية صغيرة، وفي أخرى بعلبة شوكولاتة، وغالبا بكلمات دافئة تذيب القلوب. النساء في كافة مواقع التواصل كن يعجبن به، يقولن: هذا هو الرجل الذي نحلم به. صوره اجتاحت الإنترنت، وصار مثالا للعشق والرقي والرجولة الحقيقية. ولكن كل هذا الحب، كل هذا الإخلاص، كل تلك التضحيات لم تكن كافية. ففي تغريدة صادمة خرج الشاب بنفسه ليكشف الحقيقة المرة. قال: أنا الرجل الذي في تلك الصور. حبيبتي تزوجت الخيانة قبلي. حملت من مدربها الشخصي الذي كنت أنا أدفع أجره الشهري من جيبي. لم تكتفي بذلك، بل فتحت 3 بطاقات ائتمان باسمي واستخدمتها حتى الصفر، ثم رحلت مع عشيقها إلى جزر هاواي. تخيلوا، الشاب الذي كان يغرقها حبا وزهورا واحتراما لم يجد منها سوى الطعن في الظهر. أي قلب هذا الذي لا يعرف قيمة من أحبه بصدق؟ وكم من شخص ظن أنه يعيش قصة الحب الكاملة، فاستيقظ على كابوس لا ينسى. تعلموا من قصته، فليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل من يقدم لكم الورود يزرعها في قلبكم. الحب الصادق لا يقاس بالعطايا، بل بالوفاء والنية. وإلى ذلك الشاب نقول: أنت لم تخسر، بل نجوت من خدعة كانت ترتدي وجه الملك. لا تنسوا وضع الإعجاب والاشتراك في القناة لتصلكم أجمل القصص وأكثرها إثارة.